عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير وصحة جيدة. رجعت معكم اليوم بفيديو جديد، واليوم باش تكون فما دبارة وفما زادة جولة في أكسيون وفما زادة ثلج. حسيت نهاير اليوم نهاير مثلج، ونهار اللي حبيت اني نخرج فيه وجا في ليلة كاملة تصب الثلج، وزيد الصباح هاي كما تشوفوا الثلج تصب. اما قلت زيد نهار هذا باش نخرج بعد 3 شهور. ما مشيتش الأكسيون، باش نمشي اليوم الأكسيون بعد ما هزينا الصغيرات وحطيناهم في المدرسة، وشوفوا الصغار كيفاش فرحانين بالثلج، يجري وعاملين جو يضربوا في بعضهم بالثلج. حسيلو صغيرات شيخين فرحانين على الآخر بالثلج. عندها برشا ما ثلجتش في بلجيكا. حطيت صغيرات في المكتب وقصدت ربي الأكسيون كما قاعدين تشوفوا الثلج والبرد. حسيت الدنيا باردة باردة. أما سافا مادام تشوفك البياض والنقاء إذا تنسى البرد الحقيقة. مشيت كما تشوفوا لهنا لاكسيون، حبيت نصور لكم اول حاجه البروموات جايبين كما تشوفوا السيليكون هذوما تاع الاير فراير عجبوني. جايبين زاد اللي تاجيرات هذا تنجموا تستعملوهم في الكوجينه ولا حتى بتاع سبابت يجيو زاد محطوطين ديجا اللي بجنبهم مصور عليهم سبابت، معناها نجموا تستعملوه في حاجات في برشا حاجات كما نقولوا نحنا. تصورهم حتى في سال دو بان يجيو متاع مناشف ولا حاجه تبدا عندك الديكوراسيون يخرج عليهم. لهنا جايبين زاد الليكيت هذوما، وجايبين الشماع يعجبني الأحمر، هذا يعجبني الأحمر بتاع ريحة شتوية، وفما الفاني زاد ياسر مزيانة في الشتاء بصراحة تعجبني. هاتي هذوما أكثر زوز روايح يعجبوني. جايبين الستيلو هذوما فيهم 40 ستيلو مهمش غاليين. فيهم الأزرق والأحمر والأخضر باين الحقيقة. وجايبين برشا مناشف أحجام مختلفة. الكاليتي متاع المناشف تاع أكسيون راهي تحفونا برشا، كاليتيهم ياسر مزيانة ويدوموا معاك معناها. حاسيل جايبين لي تخيك هذوما متاع الشعر اللي بوندانا اللي تلبس وقت تجي تغسل وجهك، ما ننصحش بهم، ماهمش تاع كبار الحقيقة، متاع بنات صغيرات. اني بناتي معناها كبار شوية وجاوهم محسوقين، دونك ما ننصحكمش بيهم الحق، كونش بنات صغيرات. حاسيلو حبيت نوريكم زاد لي بوات هذوما متاع تنجم تحطهم في الفريجيدير، تنجم تحطهم في القجورة مثلا كي باش تنظموا البيروات تاع الصغار ولا حاجة. ياسر حلوين براتيك ومضخمين عجبوني. وفما الاخرين زاد هذوما محطوط عليهم اللي هما متاع فريجيدير، تنجموا تستعملوهم زاد في الفريجيدير. اماني يعجبوني القجار متاع المغارف، يجيو ياسر براتيك في القجار تاع المغارف. عجبوني هذوما زاد قلت لكم اللي هما من لوطا جوم، معناها يكبشوا في القجر ولا في الفريجيدير، يعني ما يتحركوش، وسوامهم باهيين معناها ماهمش غاليين. فما لي ساشي هذوما ولا لي زي بلوغ على شكل هكا حكيكة صغيرة متاع تنجموا تحطوا فيهم مكسرات، كما تنجموا تحطوا فيهم غلة ولا حاجة. ولي بوات هذوما اون بلاستيك هما، والغطايات متاعهم من بوا حلوين. الغطايات متاعهم هكا معناها كما نقولوا نحنا محكمين في التسكيرة متاعهم، عجبوني. متاع تنجم تحطهم في الكوجينة، متاع تحب تحط فيهم السكر، مقارونة، روز، أي حاجة مزيانين. وجايبين برشا موديلات متاع بونبونيير، دي بونبونيير حلوين عجبوني زيادة، ما كانوش فما منهم قبل. وهذوما زيادة اللي تاس هذوما اللي متاع الحلو زيادة حلوين، ولا متاع التارت هكا متاع جاتو. ما كانوش موجود الموديل متاعهم هذا مزيان جديد. وجايبين هذوما زيادة هذيا فيها 7 قطايع الباكو، في وسط زوز بيبس بالقطايات متاعهم، زوز مغارف معاهم والبلاتو تحتهم حلوين. تنجم تحطهم في الكوجينة، تحط فيهم السكر والقهوة ولا سكر وتاي، باهين الحقيقة عجبوني، ما همش خايبين. كيف عجبوني هذوما البلاتو اون بوا، فيهم صغير وفيهم كبير، معناها زوز احجام. فما الصغير يظهر لي بديزوغو هاكا كما تشوفوا السوم، والكبير كما تشوفوا حسيل صورت لكم الاسوام. والبلاتوات هذوما بالساقين، معناها طاولة، عبارة بلاتو طاولة هكا. عجبوني زاد حلوين بالكدا مزيانين. وسيرتو الالوان فيهم زوز الوان، فما في المارون في الكولور بوا. حاسيلو لهنايا
تعرفوا أكسيون والخضار عصير البارتي كاملة متاع لي بلانت والحجيرات هذوما زادا اللي يتحطوا في الليفاز مزيانين على الاخر. عجبوني الازرق، لوجت على البلون ما لقيتش، مش البلون كل ترانسبارون هذوك حاسيل. وجايبين برشا روايح زادا كما تشوفوا، هذوما الدبابس الخاصة بالدار، معناها تحطهم في الدار باش يعطيك ريحة بنينة في الدار. جايبين برشا روائح معناها. وجايبين هذه عجبتني، هذه ان شاء الله بقدر ربي مخمة باش ناخذ منها. هذه عبارة على تخيك هكا صغيرة كل صحفة هكا في النوار، تحط فيها حجرات سبيسيال تصبهم في وسطها، وتقطر على كل حجرات زيت العطري، تخلي لك ريحة ديما موجودة في الدار. عجبتني، قلت بقدر ربي نولي ناخذها نجربها، وكان خذيتها نولي نشاركها معاكم ان شاء الله. لهنا زاد الشموع جايبينهم بريحة الحلوى ما عجبونيش. فما هذوما محطوط عليهم بالعنبر، الحقيقة كي شميتهم ما ظهرت ليش ريحة عنبر، ما نعرفش ممكن هما مسكرينهم برشا ولا كيفاش. سينو اني واحدة من الناس نجيب معايا من تونس المسك ونحطه في المبخرة هكا، نحطه ويسيب ريحة بنينة في الدار اكثر من العنبر. حسيلو كان سهل ربي وخذيتهم، تو نولي نشارككم بالضبط اذا كان باهين ولا. جايبين زاد الحاجات تاع كرنفال، بالحق اكسيون سابقة الدنيا الكل في كل شيء. جايبة متاع الكرنفال، جايبة متاع سان فالنتين، جايبة متاع الباك، كل شيء جايبته على بكري سنة، ومش سنة هي ديما حسيلو تلقاها من شهر اوت تجيب لك الحاجات تاع راس العام، ومن شهر توا عنا مازلنا في جانفي جايبة متاع الكرنفال. احنا عنا الكرنفال في افريل مثلا، سان فالنتين اوكي في فيفري، وفما الباك زادا في افريل، معناها مازال عليهم بكري كما نقولوا نحنا. اما هي اوكا جايبة كل شيء على بكري. الحاجة اللي ما عجبتنيش اللي هي ما جايبة حاجات متاع رمضان، لا جبت حاجات لرمضان لا جبت حاجات للعيد. باركونتر شو اسمها وبرة، نعرفش اللي عنده وبرة مثلا في بلاده تمشوا تلقاو كل صحونة جوتابل متاع العيد، وفما دي سيرفيات زادا متاع العيد بابي سيرفيات، وفما كيسين زادا جوتابل متاع العيد ومتاع رمضان، وفما زينة زادا، وفما دي بلاتو. تنوريكم ان شاء الله توا نوريكم شنو شريت. خذيت بلاتو وخذيت حاجة هكا متاع رمضان ومتاع العيد مزيانين، تنولي ان شاء الله كي نزينهم نولي نشاركهم معاكم من وبرة. حبيت نشارك معاكم البنات الديودورون هذه متاع الواحد، شوز ديو بنينة ياسر، خذوها بتحفونا ياسر، تتحط في الصباط فشفشها في الصباط ياسر محلاها. ولنا باش نكمل معاكم دورتي في أكسيون، وبما أنه الدنيا باردة والثلج تصب ما ينفع فيها كان أحوجة جارية، ذيك علاش اليوم قررت باش نجبد الدبابش اللي عندي ونعمل مقارونة جارية مدبشة. دونك كما تشوفوا لهنا خذيت العدس على لونين، خذيت زادا الفول العادي والفول المصري، وخذيت عندي هذه جايه بين الجلبانه واللوبيا نستعملها، خذيتها من عند لاتراك، نفختهم في الماء سخون وغسلتهم بالباهي، ومن بعدها جبت الطنجرة اللي باش نطيب فيها المقارونة، وحطيت كويس زيت زيتونة، حطيت عليه كعبة بصل وكعبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة، نزيد طريف مرقاز لهنا اختياري، اللي عنده يحط، اللي ما عندوش تنجموا تعملوها بالقديد ولا المرقاز، وإلا تعملوها بلا حتى شيء، حتى بلاش الزهومة راهي تجيب بنينة على الآخر. باش نزيد عليهم لهنا شطر مغرفة هريسة عربي ومغرفة ونص طماطم معجونة. اني كي نعمل المقارونة جارية نعمل كمية باهية، خاطر بصراحة الدفي وتعجبنا هكا في الشتاء، اللي يجوع يعبي صحيفة وياكلها في راحته. باش نحل الطماطم هذيك بشوية ماء سخون، نحلها بالباهي ونخليها هكا تتقلى ولا تشكشك شوية مع بعضها، هي والبصل والطماطم وكل صويبعات متاع المرقاز. بعد ما تقليت لي الطماطم شوية، جبت لهنايا الدبابش اللي سبق كما قلت لكم ونفختهم بالباهي في الماء سخون، وبعد غسلتهم سقطتك الدبابش، وباش نحركهم بالباهي نحبهم ياخذوا البنة متاع المرقاز والتقلية هكا متاع الطماطم وكل. زدتهم لهنا شوية ماء باش يبداو يعني نحركهم في راحتهم، وباش نخليهم يتقلاو ويشكشكوا بالباهي حتى فين الصوص متاعي هكا تقليت بالكدا وبدات تطلع شوية في الزيت متاعها هكا، كنت أكد اللي هي الطماطم تقليت بالباهي.
لهنا باش نجيب شوية خضرة. بالنسبة ليا خذيت زوز مكعبات صغار متاع سبناخ، كل شي جبته من الكونجيلاتور. شوية جلبانة، ولهنا عندي خضرة ناخذها هكا حاضرة، هي خضرة متاع سوب معروفة، نحطها في الكونجيلاتور كي باش نعمل حويجة جارية نجبد منها شوية. فيها كراث، فيها سفناريا، وفيها كلافس. هذوما هما ثلاثة خضر كهو معناها في وسطها. دونك باش نصبهم في وسط الطنجرة، وهما هكاكا مكان جلين، تو من بعدها بالسخانة بالطبيعة يتحلوا. دونك خاطر ما كنتش مبرمجة معناها شنو باش نطيب، معناها كي تبرمجت شنو باش نطيب ديريكت جبت كل شي من الكونجيلاتور. حسيلو لهنايا باش نمرق الطنجرة متاعي بالباهي، نغمها بالماء، نخليها شوية هكا باش تبدا تاخذ الغلوة، ونفوحها. هي مدبراها هكا بدات تقيم الغلوة متاعها، باش نحط لها الملح والفلفل الأكحل. الملح وكان نقرا حسابي خاطر عندي المرقاز، ورشة الفلفل الأكحل هذيك ما كثرتش خاطر نحب نزيد رشها في الآخر. ولاني خديت مغرفة صغيرة وباش نبدا نفوح، حطيت مغرفة صغيرة فلفل أحمر، مغرفة صغيرة كركم، باش نحب نحط معاها شوية تابل وكروية على خاطر يفوح. اني ما عنديش تابل وكروية مخلط، دونك نحط اشترى مغرفة تابل واشترى مغرفة كروية. لهنيا نحركها بالباهي، نحلك المكونات هذوكم ولا لفحات كلهم في وسط الطنجرة متاعي بالباهي. وباش نزيد ثوم بودر، لهنا ما استعملتش ثوم الحي، قلت خليني نحط مقدار هكاكا مغرفة صغيرة زيادة من ثوم البودر. كان عندكم زيادة معدنوس ولا معدنوس شايح تنجموا تحطوا، اني ما كانش متوفر عندي لا معدنوس شايح ولا معدنوس عادي، هذاك علاش اكتفيت فقط بالسبناخ. نغطيها ونخليها تغلي مدة تقريبا ساعة من زمان، حتى فين يطيبوا المكونات الكل ويذوبوا هكا في وسط هكا. تحبوا زادا تزيدوا الحمص البنات نجموا تزيدوا، اني زادا ما كانش عندي النهار هذاك علاش ما حطيتش، اللي كان متوفر عندي استعملته. حسيلو باش ما نقولوش حاجه تجي وحاجه ما تجيش. لهنا حطيت بعد ساعه من زمان حطيت قراين فلفل قطعته كما قاعدين تشوفوا، تنجموا تقطعوه اجود. وباش نحط المقارونه. بالنسبه للمقارونه ديما نقول الكميه هاكا، تحرك الطنجره متاعك بعد ما تحط المقارونه ولا الشوربه ولا شنو باش تحط، تحرك الطنجرة وتهز هكا المغرفة وتشوف كي تلقى المغرفة معبية سي بون، معناها كيكا باش تجي المقارونة متاعك مضبوطة، لا تجي زايدة صوص ولا تجي ناقصة صوص، معناها تجي مضبوطة بالباهي. تشوفوها معايا، خليها مدة تقريبا 5 دقائق، وبهكا تكون المقارونة متاعنا حضرت. ديما على نار هادية باش ما تفقدش يتبخرش الماء متاعها يعني وتشيح لكم الماء. وباش نحطها في طبق التقديم وتشوفوها معاي. فطورنا لليوم شتوي بامتياز وما يحلى، الجاري التونسي كان بقرينات فلفل ملحين كعبات زيتون، الله الله. هاتيلو جات مقارونة نودكم ولا نشهيكم، ياسر ياسر بنينة. الفول طيب في حقه، المرقاز كيف كيف. حسيلو ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو متاعي اليوم ولو افادة بسيطة، تكون الجولة متاعنا في اكسيون عجبتكم والمقارونة كيف كيف عجبتكم. تما بقالي باش نقول لكم كان دمتم في امان الله، نتلاقى معكم في فيديو اخرين ووصفات اخرين، وبسلامة.